التلفزيون الوطني جاب نص مخدوم بشات جي بي تي، وهذا النص هذا اللي مخدوم بالذكاء الاصطناعي اعتبروا انه مصدر خبر، وبعد ما اعتبروا مصدر خبر دار منه تقارير. اسمعوا مثلا هذا المقطع من التلفزيون الجزائري. مجمع بلومبرغ الأمريكي المصدر العالمي الموثوق للبيانات والتحاليل يرى أن الجزائر تتحول إلى عملاق منجمي صاعد، وأن تدشين خط السكة الحديدية تندوف بشار هو تغيير لقواعد اللعبة في شمال إفريقيا. وول ستريت جورنال رأت أن مشروع جارج بيلات يمنح الجزائر ميزة تنافسية كبرى تجاه أوروبا بفضل القرب الجغرافي وتكاليف الشحن المنخفضة. أما المونيتور الأمريكية تناولت المشروع معتبرة أن الجزائر لا تبني مجرد خط سكة حديد، بل تضع نفسها مركزا صناعيا حيويا بالمتوسط وإفريقيا. فوربس المجلة الأمريكية الاقتصادية المتخصصة في عالم المال والأعمال والاستثمار والثروة صورت المشروع واحدا من أكثر المشاريع طموحا في القارة للقرن 21، كونه يمثل نموذج الاستثمار السيادي الذكي الذي يحول الأصول الطبيعية الراكدة إلى تدفقات نقدية. إنرجي كابيتال أند باور المنصة الأمريكية للاستثمار أكدت أن خط السكة الحديدية بشار تندوف يمثل العمود الفقري لمستقبل الجزائر خارج المحروقات. أما هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية وصفت الجزائر كلاعب عالمي صاعد في سوق الحديد والصلب، كون البنية التحتية للسكك الحديدية تعتبر المفتاح التقني لتحويل احتياطات جارج بيلات الضخمة إلى إنتاج فعلي. سمعتوا؟ الآن نسمع المقطع نتاع البنتكات. أدرجت وسائل إعلام أمريكية ومراكز أبحاث كبرى منجم غارج بيلات كعملاق عالمي صاعد حديد، وصنفت التقارير الأمريكية منجم غارج بيلات بأنه العملاق النائم الذي ظل خامدا ل70 عاما، معتبرة أن نجاح الجزائر في ربط المنجم العملاق بالسكة الحديدية هو أجرأ خطوة اقتصادية للبلاد لكسر ما سمته بلاعنة النفط. سمعتوا كيف ذكروا مجموعة من المواقع والمنصات الاقتصادية المختلفة. الحاجة اللي حنديروها الآن هي أن نروحوا لهذه المواقع نشوفوا هل الكلام اللي قالوا التلفزيون صحيح أم لا. خلوكم معنا، نروحوا لول ستريت جورنال ونشوفوا واش كتب هذا الموقع والصحيفة الأهم في العالم في ميدان الاقتصاد حول غارج بيلات. نديروا بحث، ما كانش مواضيع لا علاقة لها بغارج بيلات. عجيب جدا. بصح بالك هو ما يعرفش غارج بيلات، لكن على الأقل يعرف الجزائر. نشوفوا آخر الأخبار حول الجزائر. آخر الأخبار حول الجزائر ليس فيها غارج بيلات كما راكم تشوفوا بأنفسكم، لا علاقة لها بغارج بيلات تماما. الآن نروح لبلومبرغ ونشوفوا واش كتبت حول غارج بيلات. ما كانش غارج بيلات، مواضيع لا علاقة لها بغارج بيلات. راكم تشوفوا بأنفسكم، البحث راهو على المباشر. أخويا نكتبوا ألجيريا، بالك يعني ما يعرفوش غارج بيلات، على الأقل يعرفوا الجزائر. مواضيع لا علاقة لها بغارج بيلات. نروحوا للوكالة الأمريكية للبحث الجيولوجي، نحاولوا نكتبوا غارج بيلات، نديروا عملية البحث ونشوفوا النتائج اللي راح تطلع لنا. زيرو، ما هدروش عليه أصلا في كل تاريخهم. ليه؟ نكتبوا الجزائر وبعدها نقوموا بعملية البحث المعتادة باش نشوفوا واش كاين، هل هنالك أي شيء عنده علاقة بغارج بيلات. ما كانش. راكم تشوفوا بأنفسكم، أنا نديروا في البحث على المباشر، ما ناش نألفوا عليكم. شوف بنفسك. نروحوا للمونيتور، نكتبوا غارج بيلات، نديروا البحث كيف ما كانش. حوس مليح، ما كانش. حطوا الجزائر. حاجات ما عندهاش علاقة أصلا بغارج بيلات. شوفوا بأنفسكم، شوف يا مواطن بنفسك
مانيش نألف عليك، راك تشوف على الهواء. نروحوا الفوربس نكتبوا غار جبيلات، تبالي ما يعرفوش اصلا، مازال ما لقاهش ابدا مواضيع ما عندهاش علاقه بغار جبيلات. اوكي نكتبوا الجزائر، بالك كتبوا عليه باسم الجزائر، نديروا البحث يطول شوي ونشوفوا المواضيع اللي راح تطلع لنا ما عندهاش علاقه بغار جبيلات. كما شفتم لا توجد اي مصادر حقيقيه للكلام تاع التلفزيون الوطني. السؤال منين جابوا هذه الهضره؟ على واش اعتمدوا باش طلعوا هذه الهضره؟ انا ما لقيتش مصادر. البعض يقولوا انها راجعه لتدوينه الاستاذنا مراد شبي، لكن في التدوينه تاع الاستاذنا مراد شبي ما كانش مصادر، والتدوينه وحدها لا يمكن ان تكون مصدرا الا اذا كانت مسنده الى مواقع عالميه. الحاجه الاولى اللي نتعلموها في الصحافه لما تسمع اخبار حوس على المصدر، تاكد منه، يجب ان تتوثق. يا جماعه التلفزيون ما تاكدوش. طيب انا رايي في هذا الخبر كما هو منقول بالصيغه نتاعو في التلفزيون الوطني وايضا في قناه الجزائر الدوليه. هو وكاله الانباء الجزائريه، نسيت نقول لكم، وكاله الانباء الجزائريه داروا ما قال بوعرضين حكاو فيه باللي العالم كامل يتحدث علينا. شوف بأنفسكم، راه قال لك حتى واحد ما ساكت على الموضوع نتاعنا، الدنيا كامله تهدر علينا. طيب منين جابوا الخبر؟ انا رايي في هذه التدوينه برمتها التي قرأناها في وكالة الأنباء الجزائرية وقرأناها في التلفزيون الوطني وفي كثير من المواقع، أنها تدوينة بصياغة تشبه صياغة شات جي بي تي، وبالتالي التلفزيون الوطني أصبح يعتمد على شات جي بي تي كمصدر للتقارير. التلفزيون الوطني في سعيه باش يفهم الناس باللي غار جبيلات أحسن حاجة صارت في التاريخ، وصل به الأمر أن يعتمد إجابات شات جي بي تي، واللي هي ما هيش مصدر إخباري أصلا، واللي لابد أن تتوثق منها. اوكي معليش مشروع عظيم، ولكن ما تبيعوناش الكذب، ما تضحكوش على الناس، ما تخدعوش الناس، قولوا لنا الحق وش راه صاري، جيبوا لنا المواقع العالمية فعلا واش حكات، ماشي تألفوا. وين راه المهنية، وين راه الأخلاق، وين راه يعني مش عارف أن التكوين الإعلامي. الحقيقة أنه محدث اليوم فضيحة كبرى، ولو كنا في دولة تحترم نفسها المفروض كل من تورط في هذه الفضيحة يحالون مباشرة إلى لجنة تحقيق وتصدر القرارات بخصوصهم في القريب العاجل. فضيحة الدولة يا راجل، هذه التلفزيون ووكالة الأنباء الرسمية اللي يضلوا يعرسونا، قال لك لابد أن تكون مهني. تفضلوا أنتم في امتحان مهنية خسرتوا، لابد يكون عندك أخلاق، تفضلوا أنتم في امتحان الأخلاق المهنية خسرتوا. لم يسبق لهذه الفضيحة أن حدثت في أي مؤسسة إعلامية تحترم نفسها. جماعة الجزائر المنتصرة الآن راهم يخترعوا بعد آخر للفضائح الإعلامية للأسف. السلام عليكم.